بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الشهر ده بنتكلم عن العقل والتشويش اللي حاصل للعقل وازاي نسيطر على العقل، لان العقل ده هو بوابة النفس. اوكي، من ضمن الاسباب اللي بتشوش على العقل، الاسباب الرئيسية دلوقتي يعني في الزمن اللي احنا فيه ده، هو الموبايل والابليكيشنز اللي على الموبايل. مينلي الابليكيشنز اللي على الموبايل، التطبيقات دي كلها قائمة على حاجة اسمها habit forming technology، تكنولوجيا تكوين العادة. الإنسان بيحب إيه؟ بيحب إثبات الذات، بيحب، عنده حب ظهور، بيحب الناس تتفاعل معاه وتحبه في إيه؟ في محيط المجتمع بتاعه. ولما بيحصل فيدباك من المجتمع بتاعه حلو، دي بتبقى زي مكافأة. فتاخد الفكرة دي اتاخدت وراحت محطوطة اوكي في تطبيق او عدة تطبيقات، اداك اكسس ان انت تتفاعل مع المجتمع بتاعك. اصلا التفاعل ده بيعمل لك حاجة اسمها بيبوست حاجة اسمها الدوبامين في مخك، اللي هو الكيميكالز بتاعت السعادة المسؤولة عن السعادة. فراح مديها لك في ايدك، خلاص خش بقى اكتب وبوست وخلي الناس تكومنت وتشير وتلايك. حلو، وراح حاطط لك كل ده في حاجه اسمها نوتيفيكيشن بتاع الحمرة دي. فبقيت انت الطبيعي ان انت كل شويه عايز تشوف جالك نوتيفيكيشن ولا لا. اوكي، بسبب ان انت بتعمل الحركه دي كتير اصبحت عاده، بس انت مش واخد بالك. فانت دلوقتي ممكن تبقى قاعد مع اصحابك في قاعده خارجين وتلاقي كل الناس قاعده ماسكه الموبايل، ممكن يكونوا بيكلموا بعض على السوشيال ميديا ويدوسوا لبعض لايك ويتبسطوا مع انهم قاعدين قدام بعض. اوكي، بس دي غفله، مفيش. حلو، ممكن تبقى قاعد تتكلم مع اهلك ابوك وامك ومفيش تركيز، انت بص على السكرين برضو. طبعا المشكله دي مشكله كبيره جدا، لان هي بتاخد حيز كبير من حياتك وتبقى هي الاساس فيه، تبقى اهم من ولادك، تبقى اهم من اهلك ابوك وامك، تبقى اهم من صحابك، تضيع عليك شغلك، انت مش حاسس. لان هي الفكرة كلها ان انت اول ما بتخش انت ممكن تقعد ساعة، انت تقعد تشوف حاجة دقيقتين تلاقي نفسك بعد ساعة فقت. دي اسمها غفلة. فلازم نتحكم في الموبايل، نبقى احنا اللي سايقين مش الشاشة هي اللي سايقة. اوكي، وعشان تقدر تعمل ده لازم تقفل كل النوتيفيكيشنز بتاعتك، تقفلها تماما وتخلي بس النوتيفيكيشنز المهمة، عشان تبقى انت الدرايفر، انت اللي سايق مش انت اللي متساق. يبقى انا لما احب اخش اشوف، مش عايز خلاص مش هدخل. خلي بالك قوي 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 من الحتة دي، لان احنا دلوقتي بنتكلم في موبايل. اوكي، احنا بعد كده مش موبايل، احنا بعد كده رايحين التكنولوجي وال الابديتس اللي هتحصل فيها الفترة الجاية هتبقى اقوى بكتير من الموبايل. اوكي، فحاول تطلع من السجن ده عشان ما تخشش في سجن اصعب منه في الفترة الجاية. فحاول تدرب نفسك ان انت تتحكم في الحاجات اللي بتسبب غفلة، واللهم لا تجعلنا من الغافلون. يومكم حلو ان شاء الله.